محمد مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي زعلان جدا بسبب استبعاده من المشاركه خلال الفتره الاخيره مع الفريق، وده خلاه يعترض ويبدا يتكلم بشكل سلبي عن مستوى الفريق تحت قياده كولر، وده خلى في حاله غضب من قفشه لدرجه ان محمد شوقي نائب المدير الرياضي طلب من قفشه انه ما يتكلمش بشكل سلبي ويركز في التدريبات عشان لما تيجي فرصه المشاركه يكون جاهز، ولو عايز يمشي يجيب عرض رسمي وتتم دراسته بعد نهاية الموسم. لكن الفترة الحالية محتاجة تركيز الكل مع الفريق بشكل إيجابي وبس. وبمناسبة التركيز في الفترة دي تدخل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علشان يحسم تجديد عقود الرباعي محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وحمزة علاء، واللي عرفناه ان الرباعي وافقوا على التجديد بعد مباراة العودة ضد سان داونز. صدمه كبيره جدا عاشها البرتغالي كاردوزو مدرب فريق سان داونز بسبب الحضور الجماهيري الضعيف في مباراه الذهاب ضد الاهلي، وده طبعا كان في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. كاردوزو عبر عن غضبه وقال بعد التعادل السلبي مع الاهلي انه لما يلعب نص نهائي دوري الابطال لازم الملعب يكون مليان على اخره بالجماهير، وده عشان يشجعوا الفريق بكل قوه لانهم بيدوا اللعيبه طاقه اضافيه تخليهم يتفوقوا على المنافس. واكد مدرب سان داونز انه عارف اللي مستنيه في استاد القاهره اللي هيكون فيه 90,000 مشجع بيهتفوا للاهلي، وده طبعا من اول دقيقه لحد صفاره النهايه، واعلن انه حزين ومصدوم لان ده مش بيحصل في جنوب افريقيا، ودور الجمهور بيكون كبير جدا خاصه في ادوار خروج المغلوب. صدمه للاعبي نادي الزمالك بعد ما تم الكشف عن خصم 20% من قيمه عقودهم لو فشلوا في التتويج بلقب دوري نايل وكاس مصر، والا هيتم تطبيق اللائحه الداخليه عليهم واللي بتنص على ضروره التتويج ببطولتين خلال الموسم، والا بيتم خصم 20% من قيمه العقود. وطبعا الزمالك ودع بطوله الكونفدراليه وكاس عاصمه مصر ومفيش قدام اللاعبين دول الا الدوري وكاس مصر. وبعيدا عن صدمه لاعبي الزمالك بيواجه احمد مصطفى زيزو صدمه جديده بعد رفض الزمالك فسخ عقده بالتراضي، لان مسؤولي القلعه البيضاء شايفين زيزو بيطلب ارقام مش موجوده في عقده، ودي تعتبر مفاجاه من العيار الثقيل. لكن هنشوف خلال الفتره اللي جايه هل فعلا زيزو ليه مستحقات اكتر من 70 مليون جنيه ولا مسؤولي الزمالك هم اللي كلامهم صح. كده انا قلت لحضراتكم الخلاصه. السؤال بقى، هل لاعبي الزمالك قادرين على حصد لقب الدوري والكاس؟ ويا ترى قصه زيزو والزمالك نهايتها هتكون عامله ازاي؟